السلام عليكم متتبعين قناة توريا كيتشن، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا خبيزات معمرين اولا مسمنات معمرين. انا الفيديو ديال العجينه ما كانش تصور ليا. هاد العجينه هذه كانت العجينه ديال المسمن، درت فيها 3 ديال الكيسان ديال الدقيق العادي البيض، وجوج كيسان ديال الفينو، درت فيها 3 حتى ل 4 المعالق ديال الزيت بلديه، معلقه ديال سنيده والملح حسب الذوق. وصافي وكتعجن بالماء دافي، كتدلك مزيان. العجينه ديال المسمن قد ما دلكات قد ما كتجي زوينه وخفيفه كتكون احسن. بعد ما دلكتها مزيان دهنتها بشويه ديال الزويته ودرتها في بلاستيكه وخليتها ترتاح شويه. هنا ندوزو الحشوه ديالنا. عندي حبه ديال البصله مع 2 حبات ديال الفلفله مشلضين، ضفت عليهم نص كاس صغير ديال الزيت بلديه، خليتهم يتشحروا شويه، طابت لي ديك البصله مع الفلفله. هنا ضفت 1-2 حبات ديال خيزو كانوا عندي محكوكين، والتوابل درت نص معلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال التحمير. الملح على حسب الذوق، وضفت شويه ديال القزبر يابس. انا ضفت معلقه صغيره ديال الهريسه منزليه اللي كنا سبق حضرنا معكم في فيديو، راه هنا القناه اللي بغى يشوفو يرجع ليه. خلطتهم شويه وضفت هنا عندي تقريبا اكثر من ربعه ديال الكفته، حتى هي حركتها مع دوك التوابل والخضر اللي عندي. انا عندي جوج كاروات ديال الشعريه الصينيه ديال الرز، ضفت عليهم الماء غليان وغطيتهم وخليتهم يطلقوا في داك الماء غليان. خلاص الحشوه راه على حسب الذوق، تقدروا ديروا لا داند او لا دجاج طون، يعني على حسب الرغبه ديال كل واحد. اللي ما كتعجبوش شي حاجه يقدر يستغنى عليها. هنا درت شويه ديال الزيتون مقطع، تقدروا تضيفوا نتوما اضافات اخرى من عندكم، يعني كلها واللي متوفر عنده في الدار. انا من بعد ما كنت استقطرت لي ديك الشعريه كنت صفيتها وقطعتها، ضفتها على المكونات اللي كانوا عندي وحركتها مزيان معهم باش تشرب ليا دوك التوابل مع الكفته والخضر. زدت عليها الربيع مقطع وخليتهم يتقلاو شويه. هذه اخر مرحله، غير 5 دقائق هكاك وكنطفي عليها البوطه. من بعد ما العجينه ديالي كانت ارتاحت رجعت وكورتها كويرات وخليتهم يرتاحوا 5 دقائق، وبديت كنشكلها على شكل مليويات صغيورين. كنطلقها غير بالزيت كما كتشوفوا.
من بعد ما شكلت دوك الكويرات اللي كانوا عندي كاملين، رجعت كنطلق في دوك المليويات اللي قديت. كنطلق العجينه غير شويه، ما كنرققوهاش باش ما كتقطعش لينا من بعد وتخرج لينا الحشوه. كنطلقها شويه، كنعمرها بواحد القدر ديال الحشوه، وكنطويها. كنجمع القنت مع القنت والقنت مع القنت كما كتشوفوا. يعني كل قنت كنلاقيه مع اللي مقابل معاه. من بعد ما كملت دوك المليويات اللي كانوا عندي، هنا كنستف عليهم الزيتون. الزيتون على حسب المتوفر، زيتون كحل او الابيض بالعظام ولا بالعظم، المهم اللي كندهن شويه يديا بزويته وكنطلقهم واحد شويه، ونيت داك الزيت كيعاون باش كيتحمروا. من بعد كندخلهم الفران على العافيه تكون شاعله من الفوق ومن التحت، وكنخليهم يطيبوا. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم، فرجه ممتعه. ما تنساوناش بلي جيم ولي كومونتير. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.